ماجد صنعوا المجد لوطنهم. نتساءل الآن: من يكون هذا الصبي؟ وماذا تخبئ عن سيرته الأيام؟ وكيف نشأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم وهذه الإشارة تدل على أنه سيكون له شأن عظيم. عندما نقبنا في دفاتر التاريخ جاءت الحقائق ساطعة مع هذا الإشراق لشمس الصباح. ليكون هو الزبير حمد محمد الملك. ولد الزبير حمد الملك بقرية إيماني شرقي مدينة ضنقلة شمال السودان في أوائل العام 1902. فوالده العمدة حمد محمد بيك الملك عمدة ضنقلة، ووالدته الحاجة آمنة ابنة الشيخ محمد إبراهيم، ولقبه تور الشريك، وهو صاحب مسجد وخلوة لتحفيظ القرآن الكريم بقرية إيماني لعشرات السنين. أما جدة الزبير من أبيه فهي ستنا محمود القاضي حاج شريف، وتنحدر أصولها من جزيرة لبب، وجدها حاج شريف وهو جد المية أبو العشرة، ذرية بعضها من بعض، ولا غرو أنه أتى من تلك الأرومة الطيبة. عاش الزبير في أسرة ذات حضارة عريقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ الإنساني، وهو أحد أبناء مملكة أرجو التي حكمت في القرن الخامس عشر الميلادي. وتقول بذلك الشواهد والقصور في أرجو وإيماني. هذا القصر قد بناه الملك الزبير جد ملوك أرجو قبل 500 عام، وصار ملوك أرجو يتوارثون هذا القصر أب عن جد إلى أن اختتم بالزبير حمد الملك. وأيضا هذا القصر لم يكن قصرا وحيدا، بل هناك قصور عدة حول هذا القصر، وآخر من سكن هذا القصر هو الملك طنبل، وبعده جاء ابنه الشاعر حمد الملك طنبل وقام ببعض الإصلاحات في هذا القصر. كان والده حريصا كل الحرص أن يصير ابنه الزبير متعلما وحافظا للقرآن الكريم، فألحقه بخلوة الشيخ الفكي فضل كاشف بقرية إيماني. التحق الزبير بمدرسة أرجو الأولية في سن مبكرة بعد حفظه للقرآن الكريم، حيث كانت المدرسة في باكورة التعليم الأولي بالمنطقة. بعد ذلك التحق الزبير بكلية غردون التذكارية عام 1916، ودرس فيها القسم الثانوي وقسم العالي، وكان راغبا في دراسة القانون، إلا أن والده كان يريده أن يصبح ضابطا في الجيش، فطلب منه الالتحاق بالكلية الحربية. بعد ذلك واجهت الزبير عقبة أخرى، فقد استدعاه السكرتير الإداري مع زميليه المرحوم محمد أحمد أبو رنات والمرحوم أحمد خير، وأخبرهم بعزمه تحويلهم إلى المدرسة المتخصصة ليتخرجوا نواب مأمور، نظرا لأنهم ينحدرون من أسر لها تاريخ في الإدارة الأهلية وإدارة شؤون الناس. رفض الشيخ الزبير الفكرة بقوة لسببين: أولهما هذه ليست رغبته، وثانيهما أن نائب المأمور حينذاك كان من خريجي المدارس الأولية. وفي نهاية الأمر نزل السكرتير الإداري على رغبتهم، فاستمروا في قسم العالي، والسبب الذي أرسل به المرحوم الشيخ الزبير عند تخرجه في العام 1925 إلى مركز مروي ليعمل كاتبا مأمورا، وبعد فترة وجيزة عاد إلى الخرطوم ليعمل في قلم الترجمة كمساعد سكرتير عربي للحاكم العام لعدة سنوات. تحول بعدها ليصير رئيسا لشؤون الموظفين بوزارة المالية، وهو المكتب الذي كان مسؤولا عن الوظائف في كل السودان. وعمل المرحوم الزبير في هذا المكتب لمدة 4 سنوات حتى العام 1934 للميلاد، حيث توفي والده العمدة حمد الملك إلى رحمة الله.
بعد وفاة والده العمدة حمد الملك وتحت ضغط شديد من إخوانه وأعمامه وأهله وعشيرته، حل الزبير مكان والده، حيث قدم استقالته من الحكومة ليعمل كعمدة لأرجو، المنطقة التي ضمت 4 عموديات هي البرقيق، أرجو، دبلة، إيماني، منتصف العام 1934، وأصبح بذلك أول جامعي يتقلد وظيفة العمدة في تاريخ السودان. وبعد أن استمر العمدة المرحوم الزبير في العمودية لمدة عام، تولى منصب رئيس الإدارة الأهلية، وساهم في تطوير الحكم المحلي عبر رئاسته للإدارة المحلية بالمنطقة ورئاسته لمجلس ريفي دنقلة، كما شارك في وضع قانون 1951 للحكم المحلي في السودان، وتولى القضاء بحنكة وجدارة في الفترة من 1937 إلى 1969، واشتهر بفضل المنازعات في أكثر القضايا تعقيدا. عمل رئيسا لمجلس ريفي دنقلة للمحليات الثلاث حاليا منذ 1953 إلى 1969. وبدراسته للقانون استطاع تقريب الشقة بين القانون والعرف في كثير من أحكامه، وأصبحت قانونا يعمل القضاء بها، مثل حق القصاد في أراضي الطرح النهري. اهتم الشيخ الزبير حمد الملك بالتعليم اهتماما عظيما، فتشاور من فوره مع المفتش الإنجليزي في ذلك، واختار قرية السير لأنها كانت وسط العمودية ومكان السوق. وبدأت المدرسة بالعون من المرحوم الزبير نفسه والمواطنين عام 1936. وبذل الملك الزبير حمد الملك جهدا كبيرا ومقدرا مع المعلمين لترغيب التلاميذ والآباء وتشجيعهم للدراسة، وبذات الطريقة قام بفتح 14 مدرسة ابتدائية بالتعاون مع السلطات الإنجليزية، وزعت بين كرمة والغدار في العام 1942. له القدح المعلى في المساهمة في تعليم البنات، وذلك بإنشاء مدرسة للبنات بقريته إيماني، وهي الثانية في منطقة دنقلة، وقد بدأ بأسرته تشجيعا لأهله وعشيرته ليحذوا حذوه في تعليم بناتهم. وبعد ازدياد عدد المدارس الابتدائية، بدأ المشروع الثاني بإقناع السلطات بفتح المدرسة المتوسطة، وهذا ما تم في مدرسة الجولد المتوسطة. فبدأت مدرسة الجولد بداية عظيمة في عام 1943 كلبنة أولى في التعليم الأوسط بالمنطقة قاطبة، وتخرج من مدرسة الجولد المتوسطة الرعيل الأول من الخريجين، وكانوا كلهم متفوقين. الجيل الأول اللي تخرج من أبناء الشمالية اللي تخرج من جامعة الخرطوم يدينوا بالوفاء للشيخ الزبير. أنا شخصيا لو ما المدرسة الجولد الوسطى تأسست ما كنت اتعلمتها ولا كنت اتخرجت، وأنا من الناس اللي تخرج من جامعة الخرطوم سنة 60، يعني الدفعة الرابعة في مدرسة الجولد الوسطى. وشاهد كيف إنه هو كان متابع المدرسة دي وبيجي يحضر اجتماعاتها وبيحل كل المشاكل اللي بتواجه المدرسة. ما تنسوا إنه المدرسة دي برزت بروز، كانت المدرسة الأولى في السودان. أنشأ المرحوم الزبير مشروعا ثالثا ليكون أسوة بالمشروعين الزراعيين اللذين بدأهما والده، يشاركه في ذلك شقيقه العمدة محمد حمد الملك في العام 1943، وكان له الفضل في تحويل الري لهذه المشروعات الزراعية من الساقية إلى الماكينات الحديثة ليكون فيه الري بالماكينات البخارية. واستمر في الاهتمام بالمشروعات الزراعية التي تخدم الأهالي والمنطقة، أملا في مساعدة الأهالي وإشراكهم في المشروعات الزراعية التعاونية، كما اهتم بزيادة الرقعة الزراعية للقمح على غرار مشروع البرقيق الزراعي. في قريتنا يتحولنا في الغدار، ونحن آخر قرية تابعة له، يتحولنا للزراعة الآلية سنة 44. تأسيس مشروع الناس بذلوا مجهود كبير جدا عشان يبذلوا يجمعوا المال من الناس عشان الشيخ الزبير كان مساهم رئيسي في هذا المشروع وموجود في السجلات. ده دوره في شنو؟ في تطوير الزراعة في الولاية الشمالية.
ساهم المرحوم الزبير حمد الملك في تطوير المرافق الصحية في المنطقة، فاهتم بتطوير المرافق الصحية، وكان من أهم تلك المشروعات إنشاء أول مستشفى بدنقلة عام 1937 للميلاد. كانت الجمعيات التعاونية تستحوذ على اهتمامه، فشجع الأهالي على قيامها، ونظم أعمال النفير لأول مرة مستعينا بالقانون الهندي الذي ترجمه من الإنجليزية إلى العربية، اعترافا بإنجازاته في مجال التعليم والصحة والزراعة والقضاء وتطوير الإدارة الأهلية. منح المرحوم الشيخ الزبير